السترينج هو واحد من الحاجات المهمة اللي هنتعامل معاها طول ما احنا بنبرمج، لانه ببساطة يا صديقي اي نص او كلمة او جملة بيتخزن عندنا في صورة ايه؟ بيتخزن في صورة string. في الفيديو ده بقى هنعرف مع بعض ايه هو السترينج، بيتخزن ازاي، وهنجرب عليه شوية عمليات ممتعة. فيلا بينا هنتعلم دلوقتي ونستمتع. يلا بينا نخش على الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة الفيديو الثامن من السلسلة بتاعتنا، وهي Learn Programming with Python، اللي احنا بنشرح فيها كتاب Python Crash Course. فدلوقتي هنشرح Chapter 2 Part 2. لو انت مشوفتش Part 1 فده كان الفيديو اللي فات، ممكن ترجع تشوفه قبل ما تشوف الفيديو دوت، علشان دوت تكملة على اللي فات. النهاردة بقى هنشرح ايه؟ النهاردة هنشرح الداتا تايبس، وتحديدا السترينجز. طب يعني ايه الاول كلمه داتا تايبس؟ كلمه داتا تايبس يعني انواع البيانات. فاحنا عندنا في البيانات انواع كتير، مثلا عندنا ارقام، عندنا نصوص، عندنا حروف. ففي كده شويه داتا تايبس كده هنتناولهم في الفيديوز اللي جايه. والنهارده هنبدا باول واحد فيهم، وهو السترينج. يعني ايه سترينج؟ السترينج دوت اللي هو النص. فدلوقتي مثلا لو انا عايز اقول للكمبيوتر اللي ان انا دلوقتي دوت هكتبه نص، انت هتفهمه ازاي؟ هتيجي في الواقع عندنا طريقتين، عندنا علامتين تنصيص وعندنا الابوستروف. طب مثلا ايه ديت وايه ديت؟ بص، دي الابوستروف، وبص دي الكوتيشن ماركس اللي هم علامات التنصيص. حتى من اسمها بقول لك اسمها ايه؟ علامتين تنصيص. فهي اللي بيتحط جواها هيكون ايه؟ اللي بيتحط جواها هيكون نص، وهكذا. فدلوقتي انا مثلا عايز اكتب اسمي، ونفس الكلام فوق. هل في فرق ما بين اللي تحت واللي فوق؟ لا، مفيش فرق. هما الاتنين بالنسبة له هو بيفهم ان الاتنين دول نص، والدنيا زي الفل جدا. فدي كده عندنا الطريقتين اللي احنا بنكتب بيها النصوص في اول حاجة. طيب دلوقتي بقى النص دوت موجود في مكان مجهول، يعني الكمبيوتر دلوقتي لو انا عايز استدعيه او اعمل اي حاجة ما هو مش في مكان. فزي ما قلنا الفيديو اللي فاتت، عندنا حاجة بنحط فيها القيم اللي احنا عايزين نحطها فيها، اللي هي العلب بتاعتنا، اللي هي ايه؟ اللي هي الفاريبلز. فيلا بينا دلوقتي عايزين بقى نعمل ايه؟ عايزين نعمل variable، والفاريبل دوت نحط فيه القيمة بتاعتنا اللي هي هنا عندنا string. فهنكتب مثلا كده وهنحط equal. فكده عندنا بالفعل name. عندنا دلوقتي بالفعل ايه؟ متغير علبة اسمها name، حاطط جواها ايه؟ حاطط جواها محمد خلاف كنص. كلام جميل. طيب اي حاجة في الدنيا عندنا في البروجرامينج عشان نستفيد منها، بنستفيد منها ازاي؟ ان احنا بعد ما بنحط العلبة ديت عايزين نستخدم العلبة دي. فعادة بنستخدم العلبة دي في ايه؟ بنستخدمها في الدوال، الفانكشنز بتاعتنا. فمثلا خلينا دلوقتي نجرب واحدة من الفانكشنز بتوعنا، وهقول لك بنستفيد من الفانكشنز ايه في حتة النصوص ديت كمان بالظبط دقيقتين بالكتير جدا. فيلا بينا دلوقتي نكتب مثلا برنت، وهنحط العلبة بتاعتنا اللي احنا كنا قايلينها، وبعد كده بنحط دوت. الدوت دي بقى ايه معناها؟ ايه يا صديقي؟ معناها دلوقتي ان انت شايف الفاريبل ده، هات لي الداتا اللي جواه وحطها في الميثود دي. ايه الميثود دي؟ احنا لسه ما حطيناش الميثود دي او الفانكشن دي، عايزين دلوقتي نحط الفانكشن بتاعتنا. فالفانكشن بتاعتنا اسمها تايتل مثلا، وبعد كده بنحط اقواس. طيب ايه اللي هيحصل بقى دلوقتي؟ اللي هيحصل ان النقطة ديت بتقول دلوقتي هات لي القيمة اللي جوه نيم، وبعد ما تجيب القيمة اللي جوه نيم حطها لي في الدالة اللي هي تايتل، عشان ننفذ عليها الخاصية بتاعة الدالة دي. طب يلا بينا ندوس كنترول اس مثلا، وعايزين نعمل رن للكلام الجميل بتاعنا. فهندوس كده وهندوس، طب لو ننظف الترمينال بتاعنا، وبعد كده هندوس رن. طبعت لي ايه؟ طبعت لي محمد خلاف، بس طبعت لي اول حرف كابيتال والكي كمان كابيتال. طب سؤال، هل انا كنت عامل كده؟ لا، انا ما كنتش عامل كده. اذا الداله ديت الخاصيه بتاعتها ان هي بتحول لك الحاجه اللي انت كاتبها لتايتل. طب ايه التايتل دوت؟ انت دلوقتي مثلا لما بتيجي بتكتب اسمك في شهاده او حاجه، مش ده بيكون التايتل بتاعك؟ فبتكتب اول حرف من اسمك كابيتال، وبعد كده اول حرف من تاني كلمة في اسمك كابيتال، وهكذا. فهو ده اللي بيحصل عندنا بالظبط، ده اللي كلمة تايتل بتعمله، ان هي بعد كل سبيس كده عندك. يعني مثلا لو انا عملت كده، عملت كده، عملت كده، دوست كنترول اس وبعد كده دوست رن، ايه اللي هيحصل؟ ان هي بعد كل سبيس واول حرف عندك في اول كلمة، وبعد كده
من بعد كل سبيس بتيجي اخد الحرف ده وتخليه كابيتال، زي بالظبط ما انت بتعمل لما بتكتب اسمك في شهادة زي ما احنا لسه قايلين. طب دلوقتي عايزين نعمل شوية فانكشنز تانيين، عايزين نشوف نستفيد اكتر. يلا بينا هندوس مثلا print برضو، وبعد كده هنحط name dot lower، وواحدة تانية دوت upper. دول بيعملوا ايه يا صديقي؟ هندوس كنترول اس ونشوف هما بيعملوا ايه. عندنا اول واحدة اللي احنا لسه شارحينها اللي هي تايتل، وعندنا تاني واحدة اللي هي بتاعة lower، وتالت واحدة اللي هي بتاعة upper. بتاعة lower بتخلي لك كل الحروف اللي مكتوبة عندك small، وبتاعة upper بتخلي كل الحروف اللي مكتوبة عندك capital، ايا كان الحرف كان small او capital. يعني الاتنين بيتجاهلوا الحرف نفسه كان ايه. لو الحرف كان capital وهو بتعمل upper هيفضل capital، ولو هو كان small وانت بتعمل lower الحرف هيفضل small. فلان دي اصلا وظيفة الفانكشن ان هي بتمسك الحرف تخليه من capital small او من small لكابيتال. ده كلام جميل. طب الكلام بقى دوت احنا ممكن نستفيد منه في ايه؟ تخيل معايا يا صديقي دلوقتي ان انت رحت تعمل اكاونت على فيسبوك مثلا او على انستجرام او المنصات الجميلة بتاعتنا دي كلها. مش انت بتدخل اسمك؟ كلام حلو. وبعد كده مش في ناس بتسرش عليك؟ كلام حلو. طب دلوقتي نفترض تعالى معايا ان انا عملت كده وقمت كاتب مثلا، كتبتها مرة كده وكتبتها مرة كده وكتبتها مرة كده. بص يا صديقي، هو انت لما تبص لها كده المفروض ان التلاتة دول هما نفس الحاجة، المفروض ان هما ايه نفس الحاجة. بس هو في الواقع الكمبيوتر مش بيفهم ان هما نفس الحاجة. فدلوقتي لما انت هتيجي تسيرش مثلا على محمد خلاف، لو انت مثلا كتبت كده اللي هيطلع لك كل اللي كان مدخل اسمه بالسمول بس. لو انت كتبتها كده ولو انت كتبتها كده المفروض ان هيطلع لك كل محمد خلاف اللي هم مدخلين اسمهم في اول حرف كابيتال بس هل ده منطقي؟ يعني هل منطقي ان لو واحد دخل حاجة سمول او حاجة كابيتال وانت بعد كده مثلا مش عارفها، فلما رحت تسرش عنه ما لقيتهوش بسبب حاجة زي كده، هل ده منطقي؟ الاجابة لا، ده مش منطقي نهائيا. فالطبيعي ان انت لما هتكتب ديت او لما هتكتب ديت، احنا ناسيين اتش ماشي. طبيعي ان انت لما هتكتب دي او لما هتكتب دي او لما هتكتب دي، في حالة الثلاث حالات انت المفروض يطلع لك محمد خلاف اللي هو انا. طب دلوقتي ايه المشكلة بقى اللي عندنا؟ عايزين نعمل حاجة تخليني لما اكتب ده الشخص دوت يطلع لي. هقول لك اللي حصل بالظبط. تخيل بقى معايا ان هم قاموا عاملين ايه، قاموا الفانكشن كلها قالت احنا هنعمل هنا، احنا عايزين كله يخش في الشكل ده. فقبل ما يعملوا سيف للداتا، الداتا دي هتخش على الفانكشن اللي هي دوت لور عشان تتسيب في الداتا بيز اللي عندنا اللي هي قاعدة البيانات اللي بعد كده انت بتسيرش عشان تظهر لك منها. هتخزن في صورة ايه؟ هتخزن في صورة السمول بس. وبعد كده لما انت هتسرش بقى انت كده لازم تسرش بالسمول. فقالك طب ما احنا نعمل حاجة كمان، ايه هي؟ نخلي اللي بيسرش نفسه كمان السيرش اللي هو بيسيرش بيه يخش برضه على دوت لور قبل ما يسيرش. فاللي حصل دلوقتي ان انت ايه اللي حصل عندك؟ ان انت بقيت بتسيف الداتا بلور، ولما بتسيرش برضه بلور ايا كان انت دخلتها ازاي او دلوقتي بتسيرش ازاي. فدي نقطة مهمة جدا. وبس دي كده نكون خلصنا اول جزئية. نخش على تاني جزئية وهي هتكون بعنوان using ال variables in strings. طيب عايزين دلوقتي بقى نعمل ايه؟ دلوقتي عايزين نعمل حاجة وهقول لك هي بتتعمل بطريقتين. عايزين نجمع الاتنين على بعض بحيث ان هما لما اطبع يطبع لي if name و last name دول احطهم جنب بعض يطبع لي محمد خلاف. طب هعمل الموضوع ده ازاي؟ في الواقع عندي طريقتين وهقول لك الاسهل والاحسن. عندي اول حاجة مثلا هكتب full name. عندنا هنكتب هنا مثلا اف نيم اللي هو المتغير الاولاني، وبعد كده هنحط علامة البلس، وبعد كده عايزين نسيب مسافة ما بين الاول والتاني فهنعمل كده وهنحط في النص مسافة. طيب وبعد كده هنعمل بلس تانية وهنكتب بعد كده ايه اللاست نيم.
كلام جميل، ويلا بينا نروح نطبعها. فطبعت عندي ايه؟ محمد خلاف. تعالى نمسح الكلام اللي فوق برضه عشان ايه، خلاص يعني شرحناها. اهي طبعت عندي ايه؟ محمد خلاف. طب كلام جميل. عندنا دلوقتي يا صديقي حاجة اسمها اف string. الاف string دي بقى الحل الاحسن بكتير من اللي احنا عملناه فوق. اف string دي عبارة عن ايه؟ بنكتب اف وبعد كده بنسيب quotation marks وبنكتب اللي احنا عايزينه جواه. طيب احنا فوق كتبنا الاف نيم والال نيم وبعد كده عملنا فول نيم وبعد كده عملنا له برنت. هنعمل نفس الحاجة بالظبط وهقول لك الاف string دي بنعمل الموضوع ده فيها ازاي. هنكتب هنا مثلا فول نيم، خلاص احنا مش محتاجين اللي فوق، هنسيبهم بس دول زي ما هم، وهنعمل تاني فول نيم وبعد كده هنكتب ايكوال. هنكتب هنا ايه؟ هنكتب هنا اف string. كده احنا عملنا اف string. هنكتب جواها ايه؟ هنكتب جواها، بتعمل كده عشان تجيب variable وتجيب القيمة بتاعته، بتحط له براكتس كده حلوين اللي هم الشكل دول. بنعملهم ازاي؟ بندوس شيفت اللي هو بعد كده الزرار اللي مكتوب عليه جيم، بيجي بيعمل يفتحها لك كده على طول، شيفت الزرار اللي عليه جيم. طيب بعد كده بنعمل ايه بقى؟ هنكتب هنا اسم الفاريبل اللي احنا عايزينه. هنكتب مثلا اف نيم. هنا دي في الواقع البراكتس دي بتقول له ايه؟ بتقول له روح هات لي المتغير ده، دور على القيمة اللي جواه وحطها لي هنا لما هنيجي نطبع بعد كده. كلام حلو. وبعد كده هنعمل ايه؟ هنكتب اللي احنا عايزينه اللي هو ايه؟ اللي احنا عايزينه عايزين نعمل سبيس، بس كتبنا السبيس بتاعتنا. طب بعد كده عايزين نجيب المتغير التاني، هنعمله ازاي؟ بنفس الطريقة بالظبط بتاعت المتغير الاولاني، شيفت الزرار اللي عليه جيم، جبنا الاقواس وبعد كده هنكتب ال نيم، هنعمل برنت وبعد كده هنحط ايه فيها؟ هنحط فيها الفول نيم بتاعنا، كنترول اس ونعمل رن. طبعا عندي ايه؟ طبعا عندي بالظبط زي اللي فوق اللي هي كنا عاملينها محمد خلاف. بس الطريقة دي احسن ليه؟ عشان بعد كده هنكتب حاجات كتير وهنستعين بفاريبلز كتير وكلام من دوت، فدي اسهل بياما. عندنا حاجة تانية، نفترض مثلا ان انا عايز بقى دلوقتي اكتب، بدل ما انا عمال بطبع محمد خلاف بس، لا انا عايز اكتب هلو محمد مثلا مع الاسم دوت. فهنعمل ايه مثلا في جوه البرنت عادي؟ هنعمل نفس القصة بالظبط. بص كده هنعمل ايه؟ توقع معايا. اف string، هنيجي عاملين كده وهنيجي حاطين full name ديت ايه between brackets كده وبس. خلاص عايزين بقى دلوقتي احنا نكتب، عايزين نكتب hello فاصلة مثلا، واحط كمان بعدها يا عم علامة تعجب. يلا بينا، كنترول اس اهي، هلو محمد خلاف. عندنا حاجة بقى دلوقتي اسمها الوايت سبيسز. ايه هي الوايت سبيسز ديت؟ انت دلوقتي عايز تسيب مسافة في الكلام بتاعك، عايز تسيب سطر، هتعمل الكلام ده ازاي؟ تعالى دلوقتي نجرب مثلا. تعالى مثلا هنكتب دلوقتي برنت، بعد كده هنكتب بايثون. كلام جميل. طب انا دلوقتي عايز اسيب مسافة تاب. مسافة تاب دي اللي هي بتكون حوالي 4 مسطرة تقريبا يعني. عايز اسيب مسافة تاب قبل بايثون دي في الطباعة، مش عايزها تتكتب كده في شمال الترمينال على طول. هعمل ايه؟ هعمل باك سلاش وبعد كده حرف التي. هو كده فهم ان انا دي معناها سيب لي تاب بعد اذنك، وبعد كده قول الكلام اللي هو جوه عندنا دوت. اللي هو انت هتعمل ايه دلوقتي؟ تسيب مسافة، المسافة دي حوالي 4 سبيسز، وبعد ما تسيب ال4 سبيسز دول اكتب كلمة بايثون. تعالى دلوقتي نطبع ونشوف الكلام دوت ايه اللي هيحصل فيه. هندوس دلوقتي برنت، في الواقع فعلا اهو عملهولك بالظبط، ساب لك مسافة التاب قبل ما يطبع كلمة بايثون. طب عندنا واحدة كمان، ايه هي؟ عندنا حاجة اسمها باك سلاش ان. طب ايه باك سلاش ان دي؟ بتعمل ايه؟ بتسيب لنا سطر ما بين الكلمة والكلمة التانية أو ما بين الجملة والجملة التانية. يعني تخيل معايا مثلا دلوقتي أنا عايز أكتب بايثون مثلا، سي بلس بلس، سي شارب، جافا، وهكذا. فدلوقتي نفترض ان انت مش عايز تطبعهم على نفس السطر، هل المنطقي ان انت هتعمل كده مثلا؟ شايف ان دي حاجة منطقية؟ يعني باين هو اصلا اداك ايرور قام قايل لك ما انت بتعمل ايه يا عم، ما فيش الكلام ده.
فالكلام ده بقى في الواقع ايه؟ ما بيحصلش. طب ايه اللي بيحصل فيه؟ اللي بيحصل ان احنا زي ما قلنا الباك سلاش ان. دلوقتي احنا طبعنا بايثون، طب احنا عايزين ننزل سي بلس بلس للسطر اللي تحتها، هنعمل ايه؟ هنكتب باك سلاش ان قبلها. طب خلصنا سي بلس بلس، عايزين نكتب دلوقتي سي شارب، هنعمل ايه؟ نفس القصه، باك سلاش ان. خلصنا سي شارب، هنعمل ايه؟ باك سلاش ان لجافا. هتدوس كنترول اس وتطبع اهو، طبع لك بايثون في سطر لوحدها، بعد كده طبع لك سي بلس بلس، بعد كده طبع لك سي شارب، بعد كده طبع لك الجافا. فدي نقطة عندنا ان هي بتحسن شكل الفورميت، بتساعدنا ان احنا نعمل فورميت كويس في شكل السترينج بتاعنا اللي احنا بنكتبه. تالت حاجة عندنا يا صديقي وهي حاجة اسمها الستريبنج للوايت سبيس. مش احنا في الحتة اللي قبلها قلنا ان احنا عايزين نضيف سبيسز؟ طب نفترض بقى ان احنا عايزين نشيل سبيسز، حطيت سبيس بالغلط مثلا وانا مش واخد بالي، فانا دلوقتي عايز اشيلها، او في حاجات فيها سبيسز كتير جدا فانا محتاج ان انا اشيلها. هنعمل القصة دي ازاي؟ بنفس القصة بالظبط، هي functions، واحنا الفانكشنز دي بنستدعيها وبنقول له اعمل لي كذا. هنعمل الكلام ده، يلا بينا. هنكتب دلوقتي مثلا message، هنحط جواها بايثون، وهنسيب مسافات بالغلط كأن احنا ايه، مش قاصدين نسيبها. فعندنا 3 functions بيعملوا القصة دي. ايه هما ال3 functions دول؟ يلا بينا نشوفهم مع بعض. عندنا هتبقى print message، اول واحدة هتكون عندنا r strip، وتاني واحدة وتالت واحدة. طيب التلاتة دول بيعملوا ايه؟ ار ستريب ديت بتقول له شيل من على اليمين، اللي هي المسافة اللي انت حطها لي هنا دي انا مش عايزها، انا اشيلها لي. ليفت ستريب دي توقع ان هي هتكون بتعمل ايه؟ هتقول له شيل من على الشمال. بس شيل من على الشمال مالكش دعوة باليمين، وشيل من اليمين مالكش دعوة من الشمال. فعندنا بقى واحدة تالتة بتقول لك يا عم فكك من الاتنين الاولانيين دول، انا هشيل لك من على اليمين وهشيل لك من على الشمال. يلا بينا. هندوس دلوقتي رن. فطبعت عندنا ايه؟ طبعت عندنا اهي. بس هنا علشان احنا مفيش مسافة هنا هتبان في التيرمينال بتاعنا، فحتى لما هعمل كده مش هتبان قوي يعني. بس هو اللي حصل ان هو هنا ايه، هو شال الحتة دي، يعني الحتة دي هو شالها، بس الحتة دي هو ملوش دعوة بيها، اللي هي الحتة بتاعت ايه، ار ستريب. طب تاني واحدة عندنا كانت ايه؟ كانت ليفت ستريب، اللي هو سيب لي اللي على اليمين بس شيل لي اللي على الشمال. طب اللي على الشمال اهو، ايه اللي حصل فيه هنا؟ اتشال، بس الجزء اللي على اليمين لسه موجود زي ما هو. طيب تالت واحدة عندنا ايه هي؟ ستريب. ستريب دي بقى بتعمل ايه؟ شيل لي من على اليمين وشيل لي من على الشمال. لا الحتة دي بالظبط زي ما انت شايف اتشالت، والحتة دي كمان اتشالت. دي كده بالنسبة لتالت حاجة عندنا. بالنسبة بقى لرابع حاجة عندنا يا صديقي ان احنا عايزين نشيل حاجة اسمها البريفكس. اللي هي ايه ديت؟ يعني خلينا مثلا نقول الاول معنى الكلمة وبعد كده نشرح. لو انا مثلا كتبت لك unhappy، بريفكس ديت يعني المقطع الاول اللي هو في الكلمة. اللي هو عندك هنا ايه؟ لو عندك هيكون un، وبعد كده الكلمة اللي هي هتكون ايه؟ ايه هتكون happy. طب هنستفيد من الكلام ده ايه؟ هقول لك دلوقتي. نفترض ان انا عندي موقع، هل انت بتحتاج تكتب HTTPS وبعد كده تحط السلاشين اللي هم عايزينهم وبعد كده تكتب اسم الموقع، ولا بتكتب اسم الموقع على طول وبتعمل دوت كوم ويشتغل؟ طب تعال نجرب. هنروح على المتصفح عادي جدا، وهنكتب هنا فوق مثلا جوجل دوت كوم. هندوس كده، ايه اللي حصل؟ فتح عندي جوجل. هل انا بقى كنت محتاج اكتب بص كل الجزئيه دي؟ هل الجزئيه دي انا كنت محتاج اكتبها كلها؟ في الواقع لا، ما كنتش محتاجها خالص بقى يعني نهائيا. طب نروح بقى نشوف احنا بنعمل ايه القصه دي ازاي في البروجرام. يلا بينا. هنكتب دلوقتي مثلا variable اسمه جوجل، وبعد كده هنكتب ايه ونعمل paste. طب احنا قلنا ايه؟
احنا قلنا عايزين نشيل الحتة دي لان هي كده كده بتشتغل من غيرها. طب هنعمل ايه؟ عندنا فانكشن اسمها remove prefix، يعني هو نفس الاسم حرفيا اللي هو شيل البريفكس. هي دي ميزة بايثون. ميزة بايثون السنتكس بتاعها سهل، حتى اسم الفانكشن معبر جدا عنها. هنعمل دلوقتي، يلا بينا، هنعمل parent، بعد كده هنعمل ايه؟ هنكتب اسم الفاريبل بتاعنا dot remove prefix. هنعمل كده وبعدها هنعمل ايه؟ هنا بقى دي بتاخد قيمة عندنا. ايه القيمة بتاخدها؟ انت دلوقتي قلت له شيل لي المقطع الاول من البتاعة ديت. طب البتاعة ديت اللي احنا كتبناها فوق، ايه المقطع الاول اللي فيها؟ والله ممكن انا اقول له ده، وممكن اقول له ده، وممكن اقول له ده بس. يعني انا حر، انا اللي بحدد المقطع اللي هو في الاول. المهم ان هو بيشيل من الاول، فانا ممكن احدد له. فانا مثلا عايز اشيل ده، فهاجي اخده كده واحطه ما بين علامتين التنصيص زي ما هو، وهدوس سيف، وبعد كده هعمل رن. عمل لك ايه؟ طبع لك www.google.com بس، اللي هو اللي انا محتاجه. بس انا محتاج الحتة دي بس علشان اروح على الموقع بتاعي. وزي ما احنا شفنا من شوية فعلا انا مش محتاج اكتب HTTPS وبعد كده نقطتين وبعد كده سلاشين عشان اخش على الموقع. فدي مثلا فايدة من الفايد بتاعتها. خامس حاجة عندنا يا صديقي وهي السنتكس ايرورز اللي ممكن تقابلك وانت شغال في السترينجز. طيب احنا قلنا في الفيديو اللي فات وهنقول في الفيديوز اللي جاية ان عادي اي مبرمج في الدنيا بيقابله ايرورز كتير جدا، فاحنا بنحاول نساعدك ان انت تتجنب الايرورز ديت. فدلوقتي هنا بيقولك ايه اول ايرور ممكن يقابلك؟ عندنا ايرور الابوستروف اللي انت ممكن تعمله. نفترض دلوقتي ان انت كتبت المسج عايز تكتب ابوستروف في النص، فانت عشان تعمل كده لازم تكون بادئ بكوتيشن. تعال ناخد بقى الكلام دوت، لان انا قلت لك احنا ممكن نحط السترينج في طريقتين. ايه هي واحده التانية؟ ان انا هاجي عامل كده وهاجي عامل كده. لما انت عملت كده ايه اللي حصل؟ بص اداك ايرور. ليه؟ لان الكوتيشن او الابوستروف بتاعتنا الموضوع بيشتغل ازاي؟ هو دلوقتي انت عشان تقول له انا عايز اديك نص هدولك ما بين ابوستروف او ما بين كوتيشن. انا ببدأ من واحدة وبقفل عند واحدة. يعني دي اهي فتحتها هنا هقفلها هنا. طيب ولو انت بقى عايز تحط ابوستروف هعمل ايه؟ طب ما هي كانت قفلت هنا، دي الابوستروف اصلا بتاعت السترنج دي مش بتاعت القفله، ودي كده اصلا عمل لها نجلكت كانها مش موجوده خلاص. فالقصه قال لك ايه؟ طالما انت عايز تحط ابوستروف فانت عندك حل من اتنين. الحل الاولاني ان انت تيجي قبل الابوستروف بتاعتك دي وتعمل باك سلاش، خلاص هي دي كده هتشتغل ومش هتديك ايرور. خلاص هو قاري ان الحته دي كده ابوستروف، اعتبرها نص، ما تقفلها ليش بدي، فدي كده هتشتغل. طب بالنسبه لتاني نقطه بقى ممكن نعملها ايه؟ ممكن نعملها زي الطريقه اللي فوق بالظبط اللي احنا كنا كاتبينها فوق. لان انت عشان تحط ابوستروف تبدا الكلام بكوتيشن، او عشان تبدا تحط كوتيشن تبدا الكلام بابوستروف. فدي الطريقتين اللي انا عشان اضيف ابوستروف او كوتيشن مارك ممكن اعملها. ودي نفس القصه برضو، يعني حتى الباك سلاش بعد كده النقطه ديت ممكن اعملها عشان اضيف بيها برضو كوتيشن. وبس كده، ده الايرور اللي احنا ممكن نقابله في الجزئيه ديت. طب يلا بينا بقى دلوقتي نخش على try it yourself. اول سؤال عندنا هيكون personal message. انت دلوقتي عايز تعمل اسم الواحد وبعد كده هتقول له هلو. هنعمل القصه دي ازاي؟ دلوقتي احنا شرحناها يعتبر واحنا شغالين، فانت المفروض ان انت دلوقتي بتعرف تعملها. وقف الفيديو وكمل، لو عرفت تعملها ممتاز، لو ما عرفتش تعملها ارجع للفيديو وبعد كده حاول تعملها تاني بايدك. هنعمل دلوقتي ايه؟ هنكتب دلوقتي name، هنكتب هنا مثلا محمد. هننزل بقى تحت دلوقتي، احنا قلنا عايزين نطبع ايه؟ قلنا عايزين نطبع الاسم ونطبع معاه هلو مثلا. طب هنعمل القصة دي ازاي؟ هنعملها بطريقة جميلة. هنكتب print، وقلنا ممكن نعمل f string لسه كنا شارحينها. هنعمل ايه في f string مثلا؟ هنكتب هلو وبعد كده هنسيب فاصلة وبعد كده هنكتب شيفت جيم عشان نجيب الأقواس ديت، وهنكتب بعد كده اسم المتغير بتاعنا. هندوس كنترول اس ونرن الكلام الجميل دوت. فعلا طبع هلو بعد كده محمد. دي كانت أول حاجة عندنا. تاني سؤال عندنا وهو عايز يعمل ايه؟ عايز يعمل name cases. مش احنا كنا من شوية قلنا ان احنا عندنا function اسمها
تايتل، وعندنا واحده اسمها لور وواحده اسمها ابر. احنا دلوقتي عايزين بقى نستخدم الثلاثه فانكشنز دول على اسمنا اللي احنا لسه كاتبينه فوق. فاحنا دلوقتي هنكتب ايه على طول؟ طالما احنا كتبنا الفاريبل مره واحده مش لازم نكرره كل شويه. هنكتب دلوقتي بقى على طول print مثلا، وبعد كده هنعمل هنا هنكتب ايه؟ هنكتب name دوت، بعد كده اول واحده عندنا هتكون title. هنقفل، يلا ننزل اللي بعدها. هنكتب print، بعد كده name، بعد كده lower. يلا بينا ننزل اللي بعدها. هنكتب print name دوت upper. ويلا بينا رن الموضوع دوت. هتشتغل معانا؟ بالفعل اشتغلت. اول واحده عندنا تايتل عملت لك ايه؟ خلت لك اول حرف في الاسم كبير. وبعد كده محمد طبعتها لك زي ما هي لان انا اصلا كاتب الاسم لور. وبعد كده كانت الابر فحولت لك الاسم كله لكابيتال. تالت سؤال عندنا وهو بيقول لك في مسكوت عايز مقولة مشهورة لحد مثلا انت بتحبه وتعملها له بالطريقة ديت. عايزها تظهر في صورة ان انت مثلا تكتب الاسم وبعد كده تقول ان هو قال، وبعد كده بعدها تحط كوتيشن ماركس وتحط المقولة اللي هو قالها في نص الكلام. هنعمل القصة دي ازاي؟ يلا بينا نشوف. الاول وقف الفيديو حاول تعملها، ولو معرفتش تعال اعملها معايا. هنكتب دلوقتي اسم هذا الشخص اللي هو عندنا ألبرت أينشتاين. هنكتب name equal، هناخدها زي ما هي ونحطها ما بين quotation. كتبنا دلوقتي النيم بتاعنا. طيب عايزين بقى نقول ان ألبرت أينشتاين قال a person who never made a mistake never tried anything new. هنعمل القصة دي ازاي؟ والله عندنا اكتر من طريقة. ممكن نحطها في variable وبعد كده نحطها في printf، وممكن نعمل printf على طول وناخد الكلام نحطه فيها جنب الموضوع بتاعنا. طب هنعمل انهي واحدة فيهم؟ والله خلينا نعمل بتاعة printf عشان نبقى بنسهل ونقلل الستبس. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل print وبعد كده f string. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ اول حاجة عايزين نكتب ألبرت أينشتاين. هنروح نجيب القوسين الجمال بتوعنا ونكتب فيهم نيم. كده احنا عملنا ايه؟ جبنا ألبرت أينشتاين. وبعد كده عايزين نحط المقولة دي اللي هو قالها وقبلها عايزين نحط once said. طب تعالى ناخدها كوبي ونحطها. ايه اللي حصل عندنا؟ الايرور اللي احنا كنا قايلينه من شوية ان احنا بادئين بكوتيشن وقام هو قافل هنا لان هي كده باظت خلاص. طب احنا قلنا هنعالج المشكلة دي ازاي؟ عندنا طريقتين، لان الكوت او المقولة دايما بيتحطوا ما بين علامتين تنصيص. فالحل عندنا ان احنا يا اما نخلي الاف سترينج بتاعتنا نخليها ابوستروف، يا اما الحل التاني ان احنا نحط باك سلاش. طب نحط باك سلاش اسهل، يعني اديها واحدة باك سلاش هنا واديها واحدة باك سلاش هنا. خلاص هي كده هي اشتغلت. يلا بينا نسيف ونطبع. بالفعل طبعت عندنا ايه اهي ألبرت اينشتاين said a person who never made a mistake never tried anything، وحتى حاطط الايه الكوتيشنز اللي هو كان عايزه. رابع حاجة وخامس حاجة بقى سيبهم تعملهم لوحدك. رابع حاجة عندنا هتكون الستريبنج نيم. انت هتكتب اسمك وهتسيب قبل الاسم فراغ وبعد الاسم فراغ، وبعد كده هتحاول بقى انك تشيل الفراغ دوت. هتجرب عليه التلاتة فانكشنز اللي احنا قلناهم علشان تشيل الفراغ دوت، اللي هما كانوا r strip و l strip و strip. وبالنسبة لخامس واحدة فهي حاجة اسمها الفايل اكستنشنز. هشرحها لك علشان دي هسيبك تعملها لوحدك. هتكون ايه بقى؟ هتكون دلوقتي ان انت عندنا مثلا اسم الفايل اهو بتاعنا strings.py، يعني خلينا نكتبه. احنا بالفعل اتعلمنا في الفيديو واحنا شغالين فانكشن بتشيل المقدمة. طب احنا دلوقتي عايزين نشيل اخر حتة ديت. هنشيلها ازاي؟ في فانكشن بنفس الاسم دي اللي كانت في الاول كان اسمها remove البريفكس، فدي هتبقى عندنا اسمها remove السافكس اللي هو المقطع الاخير في الكلمة. فاستخدمها علشان تشيلها، وسيب لي في الكومنتات الاجابات اللي انت عملتها وريها لي. ولو كملت الفيديو معايا لحد دلوقتي فاشكرك. ما تنساش اللايك بتاعك والسبسكرايب عشان ده بيشجعنا ان احنا نكمل الكورس بتاعنا، وشكرا ليك.